لا الآن. مدابة لا لا لأنه لا، نبذة من ماهوش الآن. موضوعي. لا لا لا، يعني نبذة صغيرة تبين أن هناك بلاد اسمه بلاد القبائل. في بلاد هناك بلاد اسمها القبائل كمكون جزائري داخل الجسم الجزائري. يا أستاذ أسعد، لا 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 طيب لا لا. طيب إذا لا. أعطيتك أنا يا أخي حسين، يا أستاذ أسعد، حسين آيات أحمد أو أيت أحمد لم يكن يقول هذا الكلام يا أخي. من أين جئت به أنت؟ كان يتكلم عن جزائر. يا أستاذ أسعد، كان هناك يا جمهورية القبائل أو صوت القبائل، هو ليس موضوعي لكنني أنوي. المهم لا أنا لحظة، مثلما وقفنا مع الوحدة الترابية للمغاربة سنقف مع الوحدة الترابية للجزائريين إلى أن تثبتوا أنه كان لكم كيان ودولة اسمها القبائل. تستطيع أنك تبحث من دابا، وأنا سأعلن لكم إن شاء الله عن لايف قريب ننسف هذا قال لك كوكو. أقبل التحدي يا أسعد، وأرفض أنك يعني تقارن إبراهيم غالي بفرحات مهني. والله ما فرق بينهم. لا 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 يا أسعد، أنا أحتج. فرحات مهني قبائلي، ابن القبائل، وليس مغربي. بوليزاريو هو إنشاء من القذافي، وكل الناس يعرفون القذافي اسمه هذه القومجية العربية. أنا سأعلن لك براسلك المشرف إن شاء الله، وأنت تعال ضيف رئيسي ومرحبا بك وتعلم مرحبا يا الأستاذ. شكرا لك يا صوت القبائل. شكرا لك، تحياتي لك. اعذروني يا دكتور صالح، ناديناك 5 مرات والآن تكتب لي في التعليقات تريد حق الرد. ناديناك وتبقى يا صوت القبائل لا تذهب. دكتور صالح السلام عليكم. تفضل يا أخي، ناديناك 1000 مرة ما رديت. عندك حق رد 3 دقائق فقط، ثم بوركينا فاسو، ثم الأخ الجيري مدري ايش اسمه هذا اللي فوق الجريجري. تفضل. أخ أسعد، تدخل الأخوة المغاربة. أيوة، كلامهم متناقض. رد عليهم. الأخت السباعية، بما أن فرنسا تلقى كل هذا القبول من الجزائريين ومن علماء الجزائريين، لماذا ديغول يعطي الاستقلال إلى الجزائر ومن بعد يجي الإدريسي يقول لك الثورة الجزائرية كانت مكلفة لذلك أعطي الاستقلال؟ فهمونا، ما فهمناش. ما فهمت. شكرا، انت حق. فهمتني أخ أسعد ولا ما فهمتنيش؟ لا ما فهمت والو. انت الآن بتتكلم ما ادري من أي، ما ادري، صوت صدى ومزعج وما فاهمين منك والو. شكرا لك يا دكتور، شكرا لك، اعطيناك حق الرد. رابح تفضل يا رابح، ثم الأخ الجريجري. تفضل يا رابح. السلام عليكم. اهلا مرحبا. بارك الله فيك أخي أسعد، إن شاء الله راكم بخير. يا مشرف، إذا السباعية لديها حق رد وتريد تطلع طلعها. أول حاجة أخي أسعد، على جال يعني الحكاية ولا القصة تاع يعني الاحتلال الفرنسي لدولة الجزائر في العهد العثماني، لازم تعرف أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة عباس الغرور اللي راهي في خنشلة، أو كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، هذه راهي فيها القصة هذه تاع المروحة. قصة المروحة هذا السبب الأول الذي جعل الفرنسيين يحتلون الجزائر. أنا يعطيك نبذة برك على جال تفهم أخي أسعد، على جال أنت ماوش عندك القصة هذه في يا أخي أنت جزائري. إيه بصح هذه رانا نقراو فيها. أيوة، وجيت تقول لي قصة مثل هذه أن بلادك بأكملها احتلت من محتل إلى محتل عن طريق المكنسة هذا أو ما أدري ما هي، كيف تتقبلها أنت وأنت جزائري؟ لا، هو هذا سبب من الأسباب. هم الأسباب أزمة الديون والحصار البحري والغزو العسكري وحادثة المروحة هذه، لأن حادثة المروحة هي التي جعلت يعني الاحتلال الفرنسي يدخل إلى الجزائر باحتلال حربي. وهذه احنا نقراوها في كلية العلوم أخي أسعد، مش هذه عندنا في كلية العلوم في خنشلة، هذه نقراوها احنا الجزائريين نقراوها، يعني مش الجديدة علينا. يعني تقراوها في المناهج الدراسية؟ ايه في تاريخ الاحتلال الفرنسي نقراوها هذه خويا العزيز. أسألك بالله قسما، أنا أعطيتك خويا العزيز، أنا أعطيتك المرجع على جال مانيش نكذب. أي اكتب
اسمع، اكتب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة عباس الغرور في خنشلة. وقروكم هكذا في المدارس انه ايه البلاد. ايه هذه وزارة التعليم، هذه وزارة الابحاث العلمية، هذه في الجامعة، هذه في جامعة عباس الغرور. هاو جامعة اسمها عباس الغرور في خنشلة، موجود فيها التقرير هذا تاع الاحتلال الفرنسي للجزائر. هذه عندنا حنايا الجزائريين نعترفوا بها، هذه مش حاجة راهي مش مليحة ولا مش صح. هذه اصلا قصة لا إيه. شيء يعنيكم، هو من مستعمر الى مستعمر عادي، ما تفرق شيء. احنا ذكرنا الاسباب فقط، يعني مش هذه مش حاجه راهي، هذه حاجه ايجابيه. احنا نعرفوا فرنسا هذه دخلت على الجزائر على جال كانت حابه، يعني لان عفوا الجزائر في تلك الظرفيه كانت لديها يعني كانت ضعيفه اقتصاديا، وكانوا لها ديون. يعني العثمانيين خلاونا نوليو مديونين لفرنسا. وحتى الاسطول الفرنسي التي تم يعني حبسه من طرف العثمانيين كان سبب على دخول. ونزيدك حاجه خويا العزيز باه تفهم، احنا في مساحه في الجزائر شحال كنا؟ كانت عندنا مساحه تقدر ب 500 كيلومتر مربع. 500,000. 500 كيلومتر مربع، مش 500 ألف. ماذا؟ احنا كلنا الجزائر كومبلي هذه في عهد العثمانيين كنا 500 ألف، 500 كيلومتر مربع. 500,000 يا أخي. يا ودي دوك راه حنا 2000 500 متر، 500 متر مكعب مربع. 500 كيلومتر، 500 كيلومتر، قلت لك 500 كيلو. دوك حنا راهي 2382. قصدك نصف مليون. ايه دوك حنا 2382. دوك الان في 2025 مساحه الجزائر 2382 كيلومتر مربع. يا اخي انت 2 مليون. يا ودي تراك حاب تخلطها لي. والله اني 2 مليون متر مكعب مربع. يا كيلومتر مربع. انت تقصد 500,000 مش 500. 500,000. ايه نقولها كيما ايوه يعني في يعني كنا ما كلش كنا دولة صغيرة، يعني كان سهل على جال. كنا حتى في النسمة تاعنا كانت قليلة، المساحة كانت صغيرة، وحتى النسمة كانت صغيرة. خويا العزيز نرجعوا لشاردوغول. شاردوغول وكما نعرفوا اخي اسعد على انه هو السبب باه مدنا الاستفتاء تاعنا في الجزائر. على جال يطلع واحد يكذب، هاو يقول لك حنا استقلينا بسلاح وحاربنا، هذه كذبه، هذه كذبه. ها لو كان يجيك واحد يقول لك حنا استقلينا بسلاح وغلبناهم، هذه كذبه، هذا كذب. واين ماتوا اجدادك الشهداء؟ هذوك اللي ما اخويا العزيز انا خليونا من الخرط. هذوك الناس اللي راهم ماتوا في قرى على جالها، وكانوا حابين يصفيوها لكلش. ها اللي مات بالنووي، ها اللي مات بالمدافع، بصح ما كانش حرب. وين كان السلاح هذا؟ وين راه جبنا السلاح هذا باه نحاربوا فرنسا هذه؟ هو فرنسا راهي كانت اقوى من الامم المتحده في عهدها ذلك. من وين راه جبنا السلاح هذا باه نحاربوا فرنسا؟ من وراه كان يدخل السلاح هذا؟ شكون اللي راه كان يجيبه؟ وين الدراهم اللي كنا نجيبوا بهم السلاح هذا؟ وهي الدوله كلها كانت تحت الوصايه الفرنسيه، كيفاه كان يدخل السلاح؟ يا ودي احترموا عقولنا، ماناش نحبوا نزوروا التاريخ، قولوا حاجه راهي مفهومه. طيب المغاربه الذين دعموكم والتوانسه الذي مكتوبين في بيان 1 نوفمبر، من كانوا يدعمون؟ كانوا اسمح لي، كانوا يدعموا منطقة القبائل اللي لأنه كان فيها الجبال. دعموا بومدين. لا خويا العزيز، هو دعموا بومدين هذيك في الحقبة الأخيرة، ماناش نهضروا عليه في حقبة 1850 و 1860. يوم 132 سنة وين كنا؟ 132 سنة، قرن و 32 عام. وين كنا؟ وين كان السلاح هذا؟ وين كانوا الرجال؟ دوك يقول لك حنا كنا نحاربوا، علاه ما حاربناهمش في قرن؟ يا قرن و 32 سنه اخي اسعد، قرن من الزمن و32 سنه وين كنا؟ كنا راقدين. ها
ونتحدى، معليش نتحدى اللي راهو يقول لك حنا كنا جزائريين، ما كناش جزائريين، علاه نكذبوا؟ نتحدى اي شخص يجيب لي بطاقه جزائريه قبل 62. وش كنت؟ ها كنا فرنسيين خويا العزيز، كانت عندنا البطاقه الفرنسيه، ما كناش جزائريين، وما كانش عندنا علم جزائري، وما عجيب. كانش عندنا عمله جزائريه. أنا مصدوم أن يأتي هذا الكلام من جزائري. ايه علاه اللي حاب نكذب على بلادي؟ مانيش نكذب، مانيش نكذب. علاه نكذب؟ علاه نزوروا التاريخ؟ كفى من تزوير التاريخ. ولادي مانيش حابهم يطلعوا يعني يطلعوا بالعقليه كيما اللي راهو كاينه دوكا، لا يعني ولادي حبيتهم يطلعوا بالعقليه تاع احنا كنا مستعمرين وكنا مستضعفين في تلك الارض 132 سنه. لماذا الناس ينشؤوكم على أنكم قوم جبارون وأهل جهاد وأهل استشهاد، وأنت تريد أن تعلم أبنائك أنك كنتم مستضعفين ومقهورون وشيء؟ لماذا يا رابح؟ على جانا نعلمهم كلام الحق وما يكونوش منافقين ويشهدوا شهادة الحق ولو في أبيهم، ولو في أبيهم ولو في أمهم. مانيش ندي معايا الجزائر في قبري لما نموت ويسقسينا ربي، مانيش ندي معايا التبون، مانيش ندي معايا النظام، ندي كلام الحق برك. هذا ما كان. الرسول كان يقول كلام الحق في بابه وفي جده، أو جده الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، جده راهو يعذب في جهنم. مانيش ندي معايا التبون خويا العزيز. بلادي أني جزائري، إيه أني لما حليت عيني أو حليت عيني بالبطاقة الجزائرية. الجزائري يا أخي، أنت ما عاد خليت في الجزائر شيء، أنت نسفت الشهداء ونسفت الرصيد النضالي كله ونسفت كل شيء. قلت الشهداء مجرد ناس ماتوا في قرى لم يجاهدوا ولم يقاتلوا ولم ولو كان هذو اللي راهو جاهدوا فئة قليلة، مش الفئة اللي راهو يحكي عليها التبون تاع 5 ملايين و700 هذه، ها، ولا الحكايه اللي جابها لنا عبد الناصر هذه تاع 1.5 مليون شاهدها. هاي معليش انا قسما نقول لك حاجه، والله ماني حاب نسال حاجه في الدنيا هذه. دوك حنا عندنا شهداء هذو وراهم القبور تاعهم في الجزائر. نتحدى كاش جزائري يعطيني قبور الشهداء هذو اللي راهم في الجزائر، حبيت نعرفهم وراهم. ما فيش قبور، او يجيبوا لي قبور الشهداء هذو تاع 5 ملايين ولا 1.5 مليون ولا 2 ملايين، ولا يجيبوا لي الناس اللي راهي كانت تموت في الجزائر متتربي ويدفنوهم. انا حبيت نعرف وين راهم القبور هذه. ونزيدك في ساحه الشهداء هذو، هاو كانوا شهداء تاع المغرب وكانوا شهداء تاع تونس، وين راهم القبور؟ انا حبيت نعرفهم وين راهم مدفونين. يا ودي احترموا عقولنا، احترموا عقولنا. عجيب يا رابح، عجيب يا رابح. انا مش قبايلي، مانيش قبايلي خويا اسعد، قسما عظما ماني قبايلي، يعني جزائري. أنا جزائري من المسيلة، من الفانتويت، مسقط الرأس تاعي من الفانتويت، جزائري بن جزائري. بصح بابا رباني كيما هاك، رباني نقول كلام الحق. البطاقة الوطنية هذه اللي راهي كانت عندنا قبل 62 تاع من؟ تاع الجزائر. ايوا هذا كلام معروف، كلش راه يعرفه، مانيش نجيب حاجة من راسي ولا نقول حاجة مغلوطة ولا راني نعري في بلادي. هاو هذه حقيقة راني نعيشوها. دوك التبون ولا انا ولا ابو تفليقه ربي يرحمه ولا ابو مدين قبل 62 واش بطاقه التعريف تاعه تاع اي دوله فرنسا؟ ايوا خلاص، واش قلت حاجه جبتها من راسي؟ نكذب نقول لك لا كان جزائريه، نكذب تحبوا كيما هاك. لا كنا جزائريين. لا انا ارى انك جزائري لكن تنتقص تاريخك وحضارتك وشهدائك يا اخي. يا ودي لا الشهداء تاعي انا قلت لك ربي يرحمهم، الشهداء تاعي راهم كاينين. انت تشكك فيهم، انت تشكك وتسال عن القبور. لا نشكك في العدد هذه اللي راهم يكذبوا علينا به، يكذبوا بالعدد. احنا عندنا مشكله ارقام في الجزائر. يمكن لانه لا يوجد شهيد من عائلتك لذلك انت تضرب يمنة ويسرى. مانيش نكذب عليك، ماهوش عندي شهيد من العائله تاعي. ولا عندك اي شهيد من عائلتك؟ لا ماهوش عندي شهيد، مانيش شافي عليه. هو جدي الثالث راني عارفه ماهوش كان شهيد، او ما تموت تربي. هو نكذب عليك؟ والله ماني نكذب، مانيش نكذب دادي. بصح ما تحطنيش في خانه انني نضرب في الشهداء ولا نضرب في التاريخ. انت ما خليت شيء، ما ضربته اصلا. هو معليش يطلع واحد يكذبني معليش ولا يحاول. انت جزائري وضربت في الهويه وفي التاريخ وفي الشهداء وفي النضال وفي كل شيء. معليش اخي اسعد، دوك نحاورك
مع انني كنت حاب الحوار هذا معك لا جزائري تصدق ولد لا بلادي. تصدق المعلقين ولا اللي قاعدين يعني يشجعوك، لا تصدقهمش. يا ودي خليني انا مانيش انت عندك شافع لهم. انت عندك مشكله مع يا ودي يا اسعد أستاذ سعد، حنبابات نحترم دقيقة العقول. أستاذ سعد، هذا إيه. متصالحة مع نفسه يا أستاذ سعد. هذا واش حبيت ما نفهمه، ينكرش، مانيش نكذب. هذا هو ما يبغاش يكذب، هذه هي الحقيقة يا سعد. التاريخ المزور ديال الجزائر اللي قراوه في كي تكبر وتلقى جدك يحكي لك ويتما تلقى باللي راهم يكذبوا عليك. هذا تعرف جدي شا قال لي؟ كيما تبون ايش قال لك جدك؟ خلني دعني ارى ماذا قال. لحظه يا صوت القبائل، ماذا قال لك جدك يا رابح؟ والله ما نكذب عليك اخي اسعد، جدي قال لي والله في وقت فرنسا لما جاو حبوا يمدوا لنا الاستفتاء هذه، على بالك نصف الجزائر حبت تكون فرنسيه، نصف الجزائر. جدك إيه. الذي قال لك؟ قال لي نصف الجزائر كانت حابه تكون فرنسيه، ماهوش حابين تكون جزائريه. نصف الجزائر، النصف تاع الجزائر يعني كانوا حابين تبقى فرنسا. وجدك أين في أي فريق كان جدك؟ جدي كان جزائري، هو كان يحكي لي على جال كان يقول لي راهم تاعنا اللي راهم باعوا البلاد. كان من الذي قالوا وي ولا نو؟ لا كون قالوا وي كون راني في فرنسا اخي اسعد. جدك قال نو؟ كون راني قال نو، قال لا. يعني ايش لا للبقاء، نعم للاستقلال. نستقلوا ونولوا جزائريين مستقلين. لا اله الا الله، صدمتني يا رابح، صدمتني. مانيش نصدمك، هذه الحقيقه خويا. انا فكرت ان خلافك انا فكرت ان خلافك مع تبون شنقريحه، لم اكن اعلم ان خلافك مع هويتك ومع شهدائك ومع كل شيء في بلادك. والله مش في خلاف اخي اسعد. دوك انت حبيتني، معليش نسقسيك سؤال، حبيتني نكون عندك في الميساج تاعك انسان صريح ولا انسان يكذب تجادلوه؟ لا انا حسيت انك هكذا تخليت عن بلدك يا اخي. يا ودي كيف تخليت على بلادي؟ واش مانيش فاهم كيف تخليت على بلادي؟ يعني الجزائر فرطت هذه بلادي الجزائر مش بلادي فرنسا. ويا ربي يرحم الشهداء تاعي اللي راهم ماتوا في الحرب، واي دوله هو عندها شهداء، المغرب، تونس، موريتانيا، مالي، اي دوله عندها شهداء تاعها. علاه احنا نضخموا في الامور؟ علاه ما نكونوش دوله كيما الدول؟ نقول لك حاجه اخي اسعد، شفت الهضره اللي رانا نقولوا اللي راهي تعجبكم تاع احنا وحنا 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 وحنا؟ أيوة. انا عندي منظور اخر، هي اللي خلت العباد هذه يضحكوا علينا، هي اللي خلت الجناس هذه يسمونا 10 في عقل. على بالك راه يقولوا لنا 10 في عقل بالهضره هذه. لما يطلع الجزائري يخرط ويكذب على تاريخه وعلى الحقوق تاعه وعلى الاصل تاعه وعلى الشهداء تاعه، والله غير الدول تضحك علينا. يقول شوف الجزائري كي راه يهدر، سبحان الله، هذا انسان وحده في عالم، او يعيش في عالم الله أو يعيش في عالم وحده. شوف هذه لعنة الشهداء أصابتك يا. لا والله غير راني نقول لك حاجة، راني مريض ومن يرفي راني متعصب عليه، راني مقلق، راني عليه نهضر كيما هاك. طيب يا أخي الكريم، باقي عندك شيء تقوله؟ ننتقل إلى الأخ الذي خلفك، يبدو أنك شرغت. لا معليش، أنا اللي راهو يكذبني واللي راه يقول لي لا ما كاش منها يطلع يناقشني بالدلائل في بلادي وفي تاريخ بلادي. مانيش قلت لك في تاريخ بلادي راه مش حاجه. طيب آخر سؤال لك. تفضل. يعني كان سمعت انه هذا تشارد يقول زار الجزائر بعد الاستقلال، كما سمعنا بعد الاستقلال او قبل ان، واستقبل استقبال كبير. يعني ما سر حب الجزائريين له في تلك الفترة؟ هو بعد الاستقلال لك ولا قبل الاستقلال؟ والله ما أدري، بس قيل أنه استقبلوه أكثر من الفرنسيين أنفسهم. يا ودي كيف أنت تشوف ماكرون كيف لما جاء عندنا للجزائر يقول لنا نبوسوا ليه في يده، وحبا حبيتي الشارك يقول هذا اللي راهو متعنا، هو متعنا يا رب العالي ما نحتفلوش به. متعك؟ هاي متعنا شارد يقول. شارد يقول متعك. قول لي كيفاه. قول لي كيفاه. كيفاه؟ متعنا اخوي العزيز بمعاهدة إيفيان
اللي لازالهم ياكلوا في ارضنا وفي الثروات تاعنا الى يومنا هذا. كيف اذا ما متعكش هذا اكلك؟ لا احنا الجزائريين نحسبوها ما استمتاع هذا. لما يجي واحد ياكلنا وياكل الثروات تاعنا ويمد الدراهم تاعنا لدول اخرى، هذا استمتاع عندنا. كشتي واحد هضر على المليار و500 اللي راهم مدها نحى بها الديون تاع 14 دوله تبون دوكا. كشت واحد هضر تعرف هذه الدراهم هذه لو كانت تتقسم على كل جزائري على 47 استنى على 47 مليون جزائري، كل جزائري راهو تكون عنده 3 ملاير دينار جزائري، ارض وسكن وسياره ومشروع وكلش. طفحتني اقسم لك بالله. حبيتني ما نهدرش. اني لا يا اخي انا حسيت انك حبيتني ما نهدرش. حسيت انك تخليت عن وطنك يا اخي والله العظيم. يا ودي ما تحلفش، كيفاش تقول تخليت على وطنك؟ حسيت انا عندي احساس هكذا ولذلك اشعر بالغبن. حبيتني نكذب، حبيت واحد جزائري طلع يكذب. ربما انك تكذب الان. يا ودي انا عطيتك مراجع مانيش نكذب ونقول لك انا دوك هذا مش كلامي مانيش عارف علاه نقول لك. اسمع هاو قلت لك كلية العلوم هاو في خنشله هذه هاو شي راهي تقول، مش انا اللي راني نقول. طيب هاو هذه ثاني كلية العلوم هذه تخلات على بلادها ثاني. شكرا لك وابقى لا تذهب اشرب لك ما ارجع لك مره ثانيه. الله يخرب بيت راني معاك مانيش عارف وين راهي تخرج معاك. والله ما انا داري اليوم انا ضدك اليوم يا رابح. والله العظيم تخليت عن هويتك وعن بلدك وعن كل شيء. والله ماني طالقك. نقول حاجه ماش نقولها انا يطلع يقول لي هذا تراك تكذب ويجيب لي دليل ونجي نحط له الدليل. طيب الاخ الذي بعد الاخ رابح تفضل اخي القريقري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اسمي القراري. مرحبا بك وهلا. وانا من ولايه من اقصى ولايات الجنوب اللي هي تميمون، ولنا الشرف ان في ولايه تميمون، وهذا ربما جواب لاحد الذين تحدونا، ان في ولايه تميمون عندنا 160 شهيد. هذا القبائل الذي تحداك صح؟ ايه اللي مسمي روحه قبائلي، مع ان اللهجه نتاعو ماشي لهجه القبائل على كل حال. مغربي. هو يعرف نفسه، نحن نعرف جيدا اللهجات نتاعنا ونعرف جيدا اصولنا. على كل حال ما يهمنيش الامر، المهم عندنا 160 شهيد. نقدر نذكر لك بعض الاسماء اذا بغيت، ونذكر لك حتى المعارك نتاع الجنوب الجزائري في منطقه تميمون وحدها، وهذه المنطقه اللي يحاول بعض المغرضين ان يربطها بالصحراء الشرقيه بين قوسين. نذكر لك بعض المعارك وبعض الشهداء. يا القراري شيل السماعه شوي عشان الصوت بيجي مشوش نوعا، او ابعد التليفون منك. نذكر لك بعض الشهداء وبعض المعارك. دابا مزيان ايوه. لا هو انت الان نسفت مساله وتحداك ان تاتوني بشهداء من مناطق غير القبائل، وانت اعطيته خلاص. هو يسمعك. معليش نسمعوا ولا بغى نسمعوا نسمع غيره. معليش اعطي امثله بعض الاسماء. شوف نذكر لك بعض المعارك من بينها مثلا معركة حاسي غنبو، وحاسي ساكا، حاسي علي، حاسي تاسلغا، قرى القصعة، وهذو كانوا في نوفمبر وفي أكتوبر 1957 وفي ديسمبر 1957 إلى غاية 1961. حوالي 14 معركة، وتسمى تاريخيا بمعارك العرق الغربي الكبير. الشهداء نقدر نذكر ليه كذلك، وإذا أراد أن يستفيد وينور نفسه هو ولا غيره يقدر يرجع ويبحث في جوجل ويعمر الجعبة نتاعو. الشهداء مثلا نذكر ليه نوار ميلود، محمد بيدا العطشان، بن حمادي حمو، حكومي العيد، وهلم جرة. يعني 160 شهيد لحد الآن قبور نتاعها موجودة في تميمون وفي أضرار، ولنا الشرف في ذلك. عطينا الدليل، كاش واحد يسمع بهم؟ راني سمعتك انا، معليش انا مانيش باغي نناقشك انت. لا عطينا اسم المقبره اللي راهو فيها 160 شهيد. هذه مقبره سيدي عثمان في تميمون، تعرفها؟ اي سيدي عثمان. هيا روح مرحبا بك، روح تزورها. هذه سيدي عثمان شحال راهو فيها؟ روح تزورها ونوريها لك. استنى، مقبره سيدي عثمان اللي راهي في تميمون شحال راهو فيها من ميت ولا من شهيد؟
انا ذكرت لك عندنا 160 شهيد اللي موزعه على المقابر. هذه احد المقابر، هذه احدى المقابر. هذا المقبره هذه شحال راهو فيها من واحد ميت؟ واش درا يا اخي؟ انت مفكر اللي حفر القبور ولا واش درا؟ والله العظيم انت تطرح عليا سؤال باغي يعني تحصرني لا في المساحه تاعها قداه، المساحه تاعها قداه. اعطيتك معلومات تقدر ترجع الى بغيت حتى لجوجل، الا كان تصدق جوجل ولا تصدق الذكاء الاصطناعي ارجع ليه. معليش، المهم انا عندي مداخله يا اخ شرعي. خلوا يكمل مداخلته، دعوه يكمل وانت كمل المداخله انت. اكمل. فيما يخص المداخله حول ديغول ومعظم الكلام اللي سمعته على انه كانه ديغول منح الاستقلال للجزائر. يا اخ شرعي، اولا السؤال اللي يطرح نفسه: ما الذي جاء بديغول الى السلطه في سنه 1958؟ لان ديغول بعد الحرب العالميه الثانيه انهزم في الانتخابات في فرنسا وتقاعد في بيته. ما الذي جاء به في 1958؟ هذا هو السؤال اللي يطرح نفسه، والجواب هو أنه تم الاستنجاد به على أساس أنه فرنسا في حد ذاتها أوشكت أن تدخل في حرب أهلية. لا أقول الجزائر، أقول فرنسا. لماذا؟ لأنه في ماي بالضبط 1958 حدثت محاولة انقلاب للجنرالات الفرنسيين ضد فرنسا الأم. لماذا حدث محاولة الانقلاب هذه؟ على أساس أن فرنسا فشلت في القضاء على الثورة الجزائرية لمدة 4 سنوات، وعلى هذا الأساس تم الاستنجاد بديغول. فلما جاء ديغول لم يأتي لعيون الجزائريين كما يحاول البعض أن يسوق ذلك، ولم يأتي ليسوق للاستقلال مباشرة. كانت عنده محاولات كثيرة للقضاء على الثورة حتى يرضي الذين جاءوا به. من بين هذه المحاولات، وهذه كذلك من بين الأحداث التاريخية المعروفة، أنه جاء بأسلوبين للقضاء على الثورة: أسلوب قمعي وأسلوب إغرائي. حينما نقول أسلوبين نعطي أمثلة. أسلوب الإغراءات مثلا، كانت أول زيارة له إلى قسنطينة اللي هي مشروع قسنطينة، جاء بمشروع قسنطينة، وهذا المشروع كان محاولة منه لتصوير أن الثورة الجزائرية هي ثورة جياع وثورة خبز، بمعنى فيها مجموعة من المناصب نتاع الشغل، السكنات إلى آخر ذلك، وحاول أن يسوق لها ويقدمها للجزائريين. مشروع قسنطينة 1958. بطبيعة الحال المشروع في حد ذاته كان فاشلا. كذلك من بين المشاريع التي جاء بها مشروع سلم الشجعان في نفس السنة، في 1958 وبالضبط في نفس الشهر اللي هو أكتوبر. هذه سلم الشجعان يا أخ شرعي هي محاولة سلام الشجعان تقصد تقريبا؟ نعم هكذا، سلام الشجعان أو سلم الشجعان أو سلم الأبطال، هذه الترجمة نتاع العبارة. هي محاولة لاختراق الثورة الجزائرية ولتقسيمها إلى قسمين، بمعنى أنه نادى في بيان للجزائريين بأنه أنتم أبطال وأنتم شجعان، والآن عليكم أن تسلموا سلاحكم وسوف نتفاوض أو سوف نستجيب لدعواتكم. بطبيعة الحال دعوة مثل هذه ربما قد تؤثر في بعض ضعف النفوس وقد يستجيبون له. هذه محاولة للقضاء على الثورة، وفي حد ذاتها كانت محاولة فاشلة. ثم جاء بفكرة أخرى ومشروع آخر اللي هو مشروع تقرير المصير في سنة 1959، وهو في حد ذاته حيلة ذكية يعني منح الاستقلال ضمن اتحاد فيدرالي مع فرنسا في سنة 1959. ولكن من بين النقاط اللي فيه هو عدم الاعتراف بجبهة التحرير، عدم الاعتراف بالثورة إلى آخر ذلك، بمعنى أشبه باستقلال ذاتي أو بحكم ذاتي، وكانت محاولة كذلك فاشلة. أنا نعطيك أمثلة على الأساليب الإغرائية، نعطيك أمثلة على الأساليب القمعية، وهذه كذلك دليل على أن فرنسا شعرت بقوة الثورة الجزائرية. يا أخ شرعي، هو في بداية تفجير الثورة كان عدد الجنود الفرنسيين في الجزائر لا يتعدى 100,000 جندي في الجزائر. مع سنة 1959 يعني مع مجيء ديغول وصل عدد القوات الفرنسية في الجزائر إلى أكثر من 500,000.
هذا الرقم هذا في حد ذاته يشعرك بماذا؟ يشعرك بأن الثورة الجزائرية كانت قوية للغاية، واستطاعت أن تنتصر في عدة معارك وأن تشمل كامل تراب الوطن الجزائري. فيعني وفي نفس الوقت الفرنسيين كانوا مصرين على أن يقضوا عليها. نعطيك مثال آخر، خطي شالو موريس. تسمع بخط شالو موريس؟ لا. إلى حد الآن ربما إذا كان قمت بزيارة أو لمن أراد أن يقوم بزيارة للحدود بين الجزائر وبين تونس وبين الجزائر والمغرب سيجد أن هناك بقايا لأسلاك شائكة وأسلاك مكهربة وضعتها فرنسا على الحدود ما بين تونس وما بين المغرب لمنع تسرب الأسلحة وتحرك المجاهدين على هذه الحدود، وزرعتها بألغام. إلى حد الآن لا يزال هناك الجزائريين يدفعون ثمن هذه الألغام مدفونة في هذه المنطقة، وهي منطقة تكاد تكون محرمة حتى على الجزائريين. أسلاك شائكة تسمى بخطي شال وموريس على الحدود الشرقية وعلى الحدود الغربية، كانت تحاول أن تحاصر بها الثورة الجزائرية، وهذه من بين المحاولات القمعية. كذلك إقامة المحتشدات. تعرف واش معنى المحتشد؟ المحتشد بمعنى أنه لعزل الجزائريين على الثورة خصوصا في القرى والأرياف، تجي فرنسا وتعزل القرية ما وتحيطها بسياج وبحراسة مشددة منعا لارتباط أهل القرية بالمجاهدين. هل تعلم أخي الشرعي أن فرنسا أقامت أكثر من 2500 محتشد؟ ضمت هذه 2500 محتشد تقريبا 3 مليون جزائري، وهذا كذلك كان في عهد ديغول. ناهيك على أن ما بين هذه المحتشدات وما بين الجبال كانت تقيم مناطق محرمة لعزل المجاهدين، وهذه المناطق المحرمة تحت حراسة مشددة، بمعنى أنها منطقة ممنوع التجول فيها ولا المرور فيها وهي ملغمة. ناهيك عن التعذيب والتصفية الجسدية في مراكز سرية، ناهيك عن عمليات عسكرية كبرى قامتها في. يعني أنا مانيش باغي نسرد عليكم صراحة تاريخ الثورة الجزائرية، ولا نسرد عليكم حتى الأعمال والإجراءات اللي قام بها ديغول. آخر ما اقتنع فيه ديغول بأن خلاص الجزائر قد يعني في مهب مش مهب الريح، في مهب الاستقلال والخروج من يده، كانت مظاهرات 11 ديسمبر 1960. هذه المظاهرات نعطيك عليه ملمحة، وهناك بعض المغرضين اللي يغالطوك فيها ويغالطوا المتابعين أنه ديغول تم استقباله استقبال كبير فيه. هذه المظاهرات أصلا هو ديغول لما زار الجزائر، وخصوصا زار أول زيارة له كانت عين تموشنت في بعد الاستقلال. لا قبل الاستقلال بسنتين. قام بزيارة إلى الجزائر، وبالضبط إلى عين تموشنت اللي كانت مدينة تتمركز فيها نسبة كبيرة من المستوطنين، وكان يريد أن يسوق للعالم على أن الجزائريين لا يزالون متمسكين بفرنسا، بمعنى أنه استحضر معه وفد كبير من الإعلاميين الفرنسيين والأجانب، وتم استقباله في 9 ديسمبر 1960 من قبل بعض المستوطنين الفرنسيين وبعض الأتباع اللي هم الحركة. من هنا جاءت الفكرة أن تعجبها دعوة إلى الجزائر بالخروج في مظاهرات مضادة. إذن ربما تجد صورا على استقبال ديغول، هذيك صور أصلا مهيئة على أساس بروتوكول نتاع التسويق الإعلامي لمصلحة لكن ديغول. هناك صور لرؤساء غير ديغول استقبلوا في الجزائر حتى بعد التحرير. بطبيعة الحال أنا لا أنكر بأنه كانت هنالك وقبلت أيديهم أيضا. دعنا من هذه الحالات الشاذة، أنا أتكلم عن الحالات نتاع الشعب الجزائري. هل تعلم مثلا 11 ديسمبر هذه المظاهرة ما الذي ارتكبته فيها فرنسا ضد الجزائريين الحقيقيين، اللي كان فيها مظاهرات في الجزائر العاصمة على وجه الخصوص وهي العاصمة، ويمكن أن تعود حتى إلى صور وفيديوهات تجسد ذلك. أكثر من 800 شهيد تم قتلهم في هذه المظاهرات. ومن هنا قال كلمته ديغول، كلمته المشهورة لقد فهمتكم. يعني من هنا تقريبا اقتنع ديغول بأنه ينبغي عليه أن يفاوض على الخروج قبل أن يخرج
يعني باللا شيء. يعني التفاوض على الأقل يبقي بعض العلاقات ما بين فرنسا وما بين الجزائر كجولتين مستقلتين، ومن هنا بدأت المفاوضات. ومن هنا أتيك إلى نقطة مهمة جدا. لماذا قبلتم بالمفاوضات ما دام أنكم في موقع قوة عسكري إلى هذه الدرجة؟ لماذا لم تحسموها عسكريا؟ بطبيعة الحال التفاوض، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا مانيش باغي نعطيك أنايا محاضرة هنايا. لا تتفاوض عندما تكون ضعيفا. هو ضعيف كما تصفه أنت، وكان لا في أنا موقف ضعيف. نعطيك إسقاط، حتى إسقاط ديني. الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل التفاوض ولا لا؟ قبل التفاوض في الحديبية، في الحديبية وفي غير الحديبية. أيوة قبل التفاوض. بظروف. وبالتالي التفاوض يا أخ شرعي، أنا سأكون معك يعني لا أقول حيادي، سأكون معك منطقيا. التفاوض سوف يحقن الدماء أن ربما نحن في غنى عنها. التفاوض في بيع الثروات. لا أنا لا أناقشك أخ شرعي خليني نكمل المداخلة نتاعي، واللي باغي يسأل مرحبا به. صافي أوكي. الرجل يتكلم بطريقة أكاديمية رائعة جدا. نعطيك نقطة أخرى أخ شرعي في هذا التفاوض، اللي هو رانا في 1960. من هنا بدأت المفاوضات المعلنة الشرعية الحقيقية. وحاول يقول في هذه السنة أن يتلاعب وأن يناور لعله يكسب بعض الأشياء. من بين الأشياء التي حاول أن يكسبها اللي هي فصل الصحراء عن الشمال من هذه السنة. أي صحراء؟ أي صحراء؟ أقصد بذلك الصحراء عمالتي الوحات والثورة. كانت الصحراء مقسمة إلى عمالتين بمعنى ولايتين، عمالة الثورة وعاصمتها بشار، وعمالة الواحات وعاصمتها ورقلة. وكان قد اكتشفت فرنسا البترول في ورقلة في سنة 1956، فأحس بأن الصحراء ستضيع منه، فحاول التلاعب لعله على الأقل يستفيد من ثروات الصحراء الجزائرية. فما الذي ادعاه؟ ادعى بأن الصحراء هذه عبارة عن بحر من الرمال لكل الأفارقة المطلين عليه أو عليها الحق في ذلك. بمعنى أنه ليس فقط الجزائر، الثورة الجزائرية اللي عندها الحق، وإنما قال لك عندها موريتانيا وعندها مالي والنيجر وتشاد وليبيا، كل هذه الدول قال لك عندها من حق. وبالتالي قال لك هو مسؤول على أنه سوف يبقي على الصحراء إلى غاية أن يفاوض هذه الدول. في رأيك ما هو الهدف الخفي من هذه المناورة؟ طيب الهدف الخفي هو أراد أن الأخير القراري دقيقة إضافية. أنا أعطيتك الوقت أعتقد حتى ما سمحت لأحد يقاطعك. أكمل في دقيقة أو جزء. مرحبا. نعم معليش أنا نكمل النقطة الأخيرة، أنها الصحراء الجزائرية يعني اللي حاولوا أن يفصلوها على المناطق الشمالية، كان أكبر رد فيها على يقول مظاهرات من أهل ورقلة بحد ذاتهم في 27 فبراير 1962، وهي مظاهرات ضخمة خرج فيها أهل الجنوب في ورقلة يطالبون بالاستقلال في إطار دولة واحدة موحدة اللي هي الجزائر. ومن هذه المظاهرات اللي هو 27 فبراير هي قريبة من مفاوضات إيفيان، اقتنع الوفد الفرنسي والدولة الفرنسية بأنه لابد من التفاوض، ورضخ هذا باختصار رضخ الفرنسيين إلى التفاوض. شكرا. الذين يكتبون أن الرجل خرج من الموضوع، يعني عندما لا يعجبكم الكلام يعتبر الرجل خرج على الموضوع. ما خرج على الموضوع. الرجل بيذكر الثورة حقبة هذا يقول ما خرج على الموضوع، بالعكس طرح أكاديمي محترم جدا. ايش فيكم انتم؟ احنا ما جيناش نبيع لكم كلام، يعني الكلام الذي يعجبكم اذا هو مزيان، الذي لا يعجبكم خرج عن النص، خرج عن هذا الكلام الذي ندندن حوله الكل. ولماذا لم تقولوا الرابح انه خرج عن النص؟ رابح كان خارج الموضوع تماما، لم تقولوا لان الكلام كان يعجبكم كلام رابح، لانه يعني تخلى عن كل شيء وضرب في العمق وضرب في كل شيء. عجبكم رابح وتكلم أكثر من الأخ. لما الأخ تكلم كلام لم يعجبكم قلتوا خرج. ما خرج، أنا أحييه وداخلة رائعة جدا، وما خرج ولا خرج. المداخلة بغير دليل أخي أسعد، وأنت لم تورد دليل يا رابح على أساس هذا وريت الدليل. لا أعطيتك دليل أخي أسعد. أنا أعطيت والو. لا أعطيتك دليل على جل، أعطيتك دليل على جل هذه
قصه المروحه وعلاه استعمرنا الفرنسيين. يا اخي وهذه قصه المروحه هذه حاجه. لا استنى، ولكن هذه تدرس عندنا في الكليات يا اخي، في الجامعات اخي اسعد. مانيش قلت حاجه، انت قلت لي انت راك عريتي بلادك، هذه رانا نقراوها في الجامعات، هذه اول حاجه. يعني مانيش قلت حاجه من راسي، هذه نقراوها. ثاني حاجه اني هضرت على عدد الشهداء الهائل والمهول. هل لاحظت ان الجزائري هذا لم يرد عليك؟ عبر عليك. كيف عليك. لم يرد يعني عليك. سقسيته سؤال قلت له وين والله ما عبرك ولا اعطاك حتى هو يعرف عليها، ماهوش حاب، هو عارف عليها. والله انه عبر عليك وكانه نوعا يعني انه رد عليك اقوى رد انه لم يعبرك. معليش ماهوش تهمني هذه، ربي يسهل له. بصح اني سقسيته قلت له اعطيني اسماء القبور اللي راهو فيها 5 ملايين شاهد، هذا ما كان. اعطاك اسم المقبره يا ودي المقابر وعطاك كل شيء. فيها لاش هذه فيها. حنا عندنا مقبره العاليه هذه معروفه، هذه اللي راهو فيها فيها شهداء تاعنا. عموما خلاص انت لحظه خلوني اخذ اخواني، باقي نصف ساعه فقط من اللايف. اتمنى دكتور جباره ويضربوا في العظم بسرعه بدون التوهان. ثم بديع الزمان وحق رد الاخت السباعيه قبل ان هذا. وانا ناوي اليوم اختم مع هذا الاخ القراري، عجبني طرحها بصراحه. تحياتي اخي اليوم ختامها جزائري اليوم. تفضل. تحياتي اخي سعد. لو تسمح تكبر لي الصوره. على كل حال، من دلس مره كلامه كله تدليس، وانا سوف اثبت تدليسه بالدليل. اولا قال لك التيميمون، قال لنا التيميمون حاربوا، وللعلم ان التيميمون اراضي مغربي وسوف نسترجعها ما هي التي أراضي مغربية؟ قطعي يا أنا تيميمون، ومن حارب عليها مغاربة أخي أسعد. لا غير كانت باش نفتح الكاميرا كانت طلبت مني شوية الوقت. هذه جريدة رسمية ديال 1958 فرنسية ديال 7 مارس 1958. من حارب في تيميمون السياسة؟ من كان يحارب الفرنسيين في تيميمون؟ أنا أريك. الآن لماذا لا يقول لك المعلقين أنك خرجت عن الموضوع؟ لا، ولكن أنا أجيب أخي أسعد، أجيب على الأكاذيب، أجيب على أكذوبة أنهم حاربوا يعني الفرنسيين الجزائريين، حاربوا الفرنسيين تيميمون. يا جبارة أنت ستستهلك وقتك كله للرد على الأخ ولن تتكلم عن ديغو. لا أنا غناخذ لك، أنا شوف أنا غناخذ غير هنا غنخسر عليه ثانية. أيوة غنخسر عليه ثانية فقط. أنا في هذا المعطى. هذه معركة تيميمون التي دارت في تيميمون. من كان يحارب لارمي دو ليبراسيون ماروكان، ارمي دو ليبراسيون ماروكان، جيش التحرير المغربي. ومن كان يحارب في تيميمون من جريدة رسمية جزاء فرنسية الأولى. متفقين؟ إذا لم يحارب الجزائري كما قال قبيلي وكما قال بورفينا كاسو. اوكي، هذه مسألة واضحة. يعني انت الآن كذبت الكل. كذبت كل شيء. غف ثانية كلهم القبائلي ورابع وهذا الأخ. ثانية بينت لي بأن المغرب كان يحارب الفرنسيين. من جريدة الرسمية الفرنسية. يا أخي أسعد أنا لم أقاطع. أخي أسعد أنا لم أقاطع. لحظة أخي أسعد أنا لم أقاطع. صافي ابقى يا قاروري. هذه الأولى. هذه الأولى. ثانية، أنا ما عرفتش علاش المغاربة في البيان ديال فاتح نوفمبر كينساو واحد القضية، هذه الجمهورية الديمقراطية الجزائرية الشعبية ووزارة الاتصال. لماذا تنسون هذه؟ من ضمن بيان 1 نوفمبر هي الاعتراف بالجنسية الجزائرية بطريقة علنية. لم تكن هناك جنسية جزائرية. أعتقد هذا هم لا ينكرونه. أيوة، وهذا هو الجميل. لم تكن هناك جنسية، لم تكن موجودة الجزائر. إذا لم تكن هناك موجودة الجنسية لا وجود للجزائر. كيف هناك لا توجد جنسية وهناك دولة؟ بالله عليك أخي سعد، نزيدك. أتعلم بأن فرحات عباس كان برلماني فرنسي. فرحات عباس كان برلماني فرنسي، رئيس الجزائر الأول.
يا رجل. هو فرانسيس حماد وعدد من الافالي كلهم كانوا فرنسي. ها وفرحات عباس هذه من مجلس الشعب الفرنسي، كان برلماني فرنسي. ومن الموقعين على اتفاقية افري، اللي وقعوا على اتفاقية افري كلهم فرنسيين. هذه وحده. نزيدك يا جبارة، في تلفزيون شغال في الخلفية، ممكن يضرب لنا اللايف في اليوتيوب اغاني. انا اخي اسعد، هذه الجريده الرسميه ديال 1969 الصفحه رقم 4. الصفحه رقم 4 اخي اسعد. ايوه الصفحه رقم 4 اللي هي ديال 12 ماي 1969. 1969 اقول 1969. وهذه فايتين تكلمنا فيها ووضحنا لاول مره كانت للجزائر هويه وجنسيه كانت سنه 1969. هذا واش قلت انا ولم يكن له جواز سفر. واش كاين هذا واش قلت؟ هي 1969 مازال ما كملتش. هذه الشروق لسنه 2022 بمعنى المقال الجديد، خطوتان للتحرر من الوصاية الفرنسية. أخي أسعد، ليست أختي السبعية التي ظلمت ابن باريس. أنا أظن أنت من لا ظلمت. لا 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 لا، هذا الشخصية أنا أحبها بزاف. وأنا كذلك أحبها، وسوف أثبت لك أنه كان على حق. أثبت لك عندما قال نعين وفرنسا من أجل تمدين وتربية الشعب الجزائري، فكان على حق، لأنه كان يعلم من سوف يحكم الجزائر سوف يكون أكثر إجراما من فرنسا. وغنعطيك دليل، ابن باريس كان عالما. نعم كان عالما يا أخي، ونحن نعترف بذلك. ابن باريس كان يعلم أن هؤلاء الذين سيحكمون الجزائر من أكبر المجرمين، ولهذا كان يريد أن تبقى فرنسا وأن لا يحكمها المجرمين، وهو على حق. لأن في آخر المطاف العيش الكريم يا أخي، والحفاظ على الأرواح. ما لم يكن مخطئا ابن باريس، كان على صواب. أخي أسعد، أنا غنوريك وحدة هنايا، هذه اللي قالها رئيس الوزراء الأسبق عبد الحميد براهيمي رحمة الله، كتاب القيمة التالية تحت عنوان في أصل المأساة الجزائرية. وهنا ما يثبت كلام ابن باريس، شهادة عن حزب فرنسا الحاكم في الجزائر من 1958 إلى 1999. هذا راه رئيس الوزراء الأسبق من يتكلم، وتحدث فيه عن المرحلة التحضيرية للانتقال من الاستعمار التقليدي إلى الاستعمار الجديد عن طريق مشروع دوغول. هذا هو الموضوع، عن طريق مشروع دوغول الجزائرية المؤسس على القوة الثالثة باختراق الثورة بين سنة 1958 و 1962. اختراق الثورة، اخترقت الثورة فأصبحت حرب أهلية، واستيلاء حزب فرنسا على القطاعات الاستراتيجية الرئيسية للبلاد. ابن باريس كان على صواب يا أخي. ونزيدك، أنا ما عنديش الوقت الكافي حتى نعطيك بزاف المعطيات. هنا نتكلموا لك على الجزائريون اسقطوا الجمهوريه الرابعه، وهذا كان سؤالك صح؟ هذا ما أثبته الجزائريون اليوم. أنا غنثبت لك بطريقة أخرى. هل الجزائريين حاربوا وجاءوا بالجنود وجاءوا بالعساكر وجاءوا بالعتاد وحاربوا في الجمهورية الرابعة فأسقطوا الجمهورية الرابعة؟ وأنا سوف أشرح لك. أعظم الإمبراطوريات في العالم سقطت لأزمات اجتماعية واقتصادية. فرنسا عندما خرجت من الحرب العالمية الثانية كانت منهكة اقتصاديا واجتماعيا. مع الحروب التي دارت في المغرب وفي تونس وفي عدة دول أفريقية زاد تعزمها أكثر فأكثر اقتصاديا واجتماعيا. ولهذا كان هناك انقلاب، لأن الحرب فهي مكلفة جدا. إنهم لم يحاربوا من أجل إسقاط الجمهورية الرابعة، بل الجمهورية الرابعة سقطت للأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي توالت على فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية. نزيدك أخي العزيز، هادو تكلموا على أنهم كانت فرنسا مديونة للجزائريين ولهذا دخلت إلى الجزائر. صحيح،
ايه ايوه، ليسوا الجزائريين يا اخي، ليسوا الجزائريين. هذه اخي العزيز، هذه الندوه العلميه. هاي نهايه الحكم العثماني في إيالة الجزائر. جامعه امير عبد القادر للعلوم الاسلاميه، كليه الاداب والحضارات الاسلاميه، الاستاذ رزيق علي والاستاذ محاضر، وجامعه هنايا. اسمع يا اخي، اسمع يا اخي، هذه ندوه. لقد لعب اليهود دورا بارزا في توجيه العلاقات الخارجيه للجزائر. وتقول لك خلافه، اليهود كانوا يحكمون الجزائر عن طريق ممارستهم التجاريه وتوسيع قاعده المبادلات في ظل انتهاء الدايات عن امور الرعيه والاهتمام بجمع الاموال واهمال الطبقه المثقفه التي تحمل هم البلاد. فوجدوا في التجار اليهود بفضل مناوراتهم الطريق الوحيد لتوسيع املاكهم وزياده اموالهم بغض النظر عن التداعيات والنتائج المترتبه عن التدخل اليهودي في المصالح الجزائريه وحتى في الجانب الدبلوماسي. بمعنى كان اليهود يحكمهم في اواخر الامبراطوريه العثمانيه يهود. ونزيدك واحده اخرى كثار. لا زيد واحده وصافي. لا باقي لي جوج اخي اسعد العرقي اجيب على اهم الاشياء. هذا تحضير لدكتوراه في الجزائر بجامعه جزائريه. الدور الدبلوماسي لليهود جواز الجزائر اواخر العهد العثماني. لعلمك ان 25 مليون فرنك فرنساوي كانت فرنسا مستدانه لليهود الجزائريين. اما المروحيه فكانت دي حسين يريد ان يتقاسم مع فرنسا ديون اليهود. وهذه اخي اسعد، هذه هي اللي غادي تجيب لك الجلطه. هذا المعطى انت اذا سالتك وقلت لك من كان يطالب باستقلال الجزائر والثوره الجزائريه كتقول لي 1954 وانا اقول لك 1948. انت غتقول لي الثوره بدات في 1954 وانا اقول لك 1948. انظر اخي اسعد، وهذا من الارشيف الفرنسي اوبن ايديشن، وهو موثوق. الطلاب اليهود الجزائريون في الحركه الوطنيه الجزائريه في باريس، اليهود من كانوا يطالبون بالاستقلال. ونزيدك هذه احسن بالكثير. تعرف لويزا حنون اخي اسعد؟ ايوه انا غادي نعطيك دابا لويزا، نعطيك الاب ديال لويزا حنون. الاب ديال لويزا حنون كان مقاوما، صحيح كان مقاوما، ولكن هو المشكل ان من هو اب لويزا حنون. انا غادي باش نترجم بالعربيه اخي اسعد، ندير ترجمه الى العربيه هكذا باش تكون الامور، باش ما يكونش تدليس، لان عندي البيسي يمكن ليا نترجم بالعربيه. حاول هؤلاء النشطاء اليهود احيانا التاثير على المؤسسات المجتمعيه، بمعنى اليهود هم كانوا يؤثرون على المجتمع الجزائري للمطالبه بالاستقلال. يتم تنفيذ المبادره الاكثر اصاله في هذا الاتجاه في قسطنطينه، هذه عاصمه اليهود. اجتمع الشيوعيون اليهود في المدينه في عام 1956 حول زعيم البيسي السري اللي هو ويليام سبورتيس، الصديق الحميم والاخ لتيودور هرتزل، وشجعوا المعلم هوبرت حنون الاب ديال لويزا حنون، وشجعوا المعلم هوبرت حنون القيام بنشاط ليبرالي داخل اللجنه الثقافيه الكونستوريه الاسرائيليه. الله. هوبرت حنون هو يهودي ناطق باللغه العربيه، كان ناشطا صوصيا. أبوها كان ناشطا صوصيا لويزا حنون، عندما كان مراهقا وخطط ليصبح حاخام قبل أن يصبح شيوعيا، الشيوعية في الجزائر، ويقوم بحملة من أجل استقلال الجزائر. شارك في إنشاء مركز أبحاث أسبوعي داخل المجلس في هيئة تحرير صحيفة جريدة كلارتي، كان توزيعها عدة مئات من النسخ عام 1960 برعاية، اسمع أخي سعد، برعاية كبار حخامات هم أئمة اليهود
في وهران وقسطنطينة. والمؤرخ أندري شوارقي والفيلسوف أندري ميهر ادعت هذه الصحيفة أنها المتحدث باسم الجالية اليهودية في قسطنطينية، ودافعت بكلماتها الخاصة عن يهودية ذات الروح الإنسانية والليبرالية هنا من أجل استقلال الجزائر. الصهاينة كانوا يدافعون على استقلال الجزائر يا أخي أسعد. أشكرك. ولا بغيتي أكثر؟ أشكرك. لا ما عاد بغيت. أنت اليوم ولا بغيتي أكثر؟ ولا بغيتي أكثر؟ لا مداخلتك نارية. لا غير أنا غير هذه الجملة خويا أسعد، غير الجملة. لو بغيتي أكثر من المعلومات الصادمة أنا نقرأ لك هاد كعبة الأسرار وشعب الله المختار ودور الجزائر في إنشاء إسرائيل والفكر السوسي. أشكرك. شكرا. أوه. يا لطيف يا ساتر سترك. أنا سأعود إليك يا أخي القراري سأعود إليك في نهاية ترد على كلام جبارة. ضروري ترد عليه لأنه كلام مهم. دعني أخذ الأخوين الأخيرين ونختم معك أنت. بديع الزمان ثم سباعيات. تفضل بديع الزمان. طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخي أسعد، وللإخوة الكرام على المنصة وكذلك في التعاليق. أقول أخي الكريم، فمداخلتي ستكون حول محورين أساسيين، أول متعلق بشارل ديغول، والثاني متعلق بالتفاعل مع بعض الإخوة من الجزائر. محور شارل ديغول أخي الكريم، فشارل ديغول عندما عاد في عهدته الثانية 1958 لرئاسة الجمهورية الفرنسية عقب الأحداث المحتقنة التي أؤكد صحتها التي أدلى بها الأخ القراري، لأن فرنسا كانت على وشك حرب أهلية بين اليمينيين المتطرفين الذين كانوا يسعون إلى تشديد الخناق على المستعمرات، وبين القوى الديمقراطية التي كانت تسعى إلى والإنسانية التي كانت تسعى إلى تحرير تلك المستعمرات. فتدخل شارل دوغول لإنقاذ هذا الموقف. شارل دوغول حاول أن يصور نفسه على أنه المحرر. نضع قراءة عامة في الوضع السياسي آنذاك. الوضع السياسي عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية كان هناك إعادة رسم الخريطة الجيوبوليتيكية العالمية. فنحن نعلم على أن المنتصر الوحيد سواء من الحرب العالمية الأولى أو الثانية هي الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية كانت تسعى إلى القضاء وإضعاف نفوذ الدول الأوروبية لكي تسيطر هي على عرش العالم، وبالتالي كانت تعمل على دعم استقلال الشعوب سواء من خلال بعض الجاليات اليهودية المرتبطة بأمريكا أو من خلال بعض الحركات التحررية التي كانت تزودها بالمال وبالسلاح أحيانا، والغرض كان هو إضعاف أوروبا للسيطرة على العالم كي تتربع أمريكا وحيدة على عرش العالم. فديغول هذا عندما جاء وجد نفسه في مأزق أمام هؤلاء اليمينيين، خاصة منظمة الأقدام السوداء التي كانت منظمة اجتماعية وتحولت إلى منظمة سرية مسلحة في الجزائر بالمناسبة، وسمت نفسها بالOAS يعني Organisation Secrète Armée، وكذلك سمت نفسها فيما بعد بالFLNP تيمنا بجبهة تحرير الشعبية الجزائرية، سمت نفسها الوطنية الشعبية، سمت نفسها كذلك بالFLN NP تعني لي بي نوار او PN لي بي نوار الأقدام السوداء. فديغول هذا عندما قدم كما قلت أخي الكريم فهو قدم في هذا المشهد العالمي، فعمل على موازنة الأمور، أي أنه يعطي الاستقلال للجزائر ولكن في نفس الوقت يخلق جزائر مستقلة ولكنها مرتبطة بفرنسا، وهو الأمر الذي نشاهده إلى يومنا هذا أخي الكريم. فهو الذي أنا قرأت كتابه وهو عبارة عن ديزوتوبيوغرافي، مذكرات شخصية أو سيرة ذاتية لشارل دوغول في جزئين. الجزء الأول اسمه النافير يتحدث عن الحرب العالمية الثانية، والجزء الذي يهمنا ويهم الجزائريين بالخصوص هو لي ميموار ديسبوار أو مذكرات الأمل. مذكرة الأمل هذه السيرة الذاتية تحدث فيها عن أن من الصعب أن نحافظ على الجزائر التقليدية، تحدث على أن الجزائريين من حقهم تقرير مصيرهم، تحدث على أن المشروع الأقدام السوداء واليمين المتطرف الفرنسي هو إنما أضغاث أحلام، تحدث كذلك على ضرورة الحفاظ على سيطرة فرنسا على الجزائر بدون شكل يؤدي إلى الخطر على فرنسا. كذلك
تحدث عن الاختلافات، بالرغم من أن هناك اختلافات عرقية ودينية بين المغرب وفرنسا، إلا أنها تربطها عدة قواسم مشتركة. وهو بالمناسبة كان أول من قال بمسألة الدم المشترك، ولا أعلم صراحة ماذا يقصد بها. هذا فيما يخص شارل دوغول أخي أسعد. أما المحور، ويعني إذا كان عندك شي مجال التفاعل حول المداخلة فمرحبا. نعم، الشق الثاني هو متعلق بالتفاعل مع الإخوة، مع الجزائريين وليس الإخوة الجزائريين، لأنني باستثناء الأخ القراري الذي أثني عليه وعلى موقفه، وأنا رجل منصف أخي أسعد. أنا صراحة أعجبت بهذا الرجل القراري، وإن كان متحفظا بعض الشيء عندما ذكر بحر الرمال وذكر كل الدول المحيطة على بحر الرمال ولم يذكر المغرب. أدعوه إلى أن يكون أكثر انفتاحا وأكثر عقلانيا وأكثر يعني صوابا. فهذه المواضيع أخي الكريم لا تحتمل يعني العاطفة. أقول أخي الكريم على أن الشخص الذي ادعى على أن القبائل هي العرق الخالص وأن بقية الجزائر هم أخلاط من الشعوب الوندال والبيزنطيين وما إلى ذلك، فالمعلوم على أن الجزائريين كلهم سواء من العرق العربي أو الأمازيغي هم سمر البشرة. المنطقة التي تحدث اختلاف هي منطقة القبائل، هي التي فيها الشقر ذوي العيون الزرقاء. فإذا كان هناك من يتهم بعدم صفاء العرق عربيا أو أمازيغيا فهي منطقة القبائل وليس مناطق الجزائر. قبائل الجزائر نعلمها كما نعلم قبائل المغرب وكفوف أيدينا. نعلم أن هناك الشعنبة، عامر، هناك عياض، هناك الخراج، هناك دوي عبيد الله، هناك التعالبة، هناك دوي منيع، هناك ولاد جرير، هناك زناتة، هناك ميزاب، هناك الشاوية. نعلمهم كما نعلم خطوط أيدينا، وبالتالي نعلم الخليط من غير الخليط. بالنسبة أريد أن أخبره على أنه يزايد على الشعب الجزائري بمسألة المقاومة، وأنا هنا لست الذي يحاول أن يكون جزائريا أكثر من الجزائريين، ولكني ألعب دور المغربي المنصف الذي يقول الحق ولو في نفسه، والذي لا يجرمنه شنآن قوم أن يعدل، فإنه يعلم على أن العدل هو أقرب للتقوى مصداقا لقوله تعالى. أقول على أننا نحن في المغرب حاربتنا فرنسا بالريف بعسكرها من الزواف القبيليين، حتى ان سيدي محمد عبد الكريم الخطابي اشتكى من هذه المساله لزوايا الجزائر. اقول على ان معركه الهري في الاطلس التي قام بها محمد الزياني قاتل فيها عددا كبيرا من المجندين الجزائريين الزواف القادمين من القبائل، فهو الان امام يعني ان يوضح لنا كيف ان المقاومه امدت كذلك فرنسا. لماذا بعض المغاربه يطبلون لهذا ما يسمى القبائل؟ أنا أخي الكريم يقبلونها لأسباب عرقية، وأنا صريح جدا، أسباب عرقية محضة لا أريد الحديث عنها. وأنت الآن تعاند المسألة لأنهم أمازيغ يمكن؟ لا، ليسوا أمازيغ، كما تحدثت بالواقع. الميزاب هم كذلك أمازيغ، والشاوية أمازيغ، ولكن هؤلاء القوم أجد أن فيهم من الشرف الذي لا يوجد في غيرهم صراحة. من هم؟ أكون صريح، الميزاب والشاوية كذلك من الأمازيغ الزناتيين الأحرار الذين لا غبار على نقاء عرقهم. خلينا أنت الآن تريد أن تثبت تاريخيا أن من ضمن من قاتلوا المغاربة ضمن الجيش الفرنسي من منطقة القبائل. نعم أخي الكريم، أدعوك إلى التعرف على معركة الهري ونتائجها، وكم قتل من الزواف ومن الزوا والمسمين بالزواف وهؤلاء القادمين من منطقة القبائل. أدعوك إلى رسالة سيدي محمد عبد الكريم الخطابي إلى زوايا الجزائر يستنكر فيها مشاركة هؤلاء الجزائريين الذين اضطر إلى ذبحهم كالخراف. أما مسألة الادعاء على أن باقي الجزائريين لم يقاوموا، فالجزائريين والحمد لله قاوموا مع الأمير عبد القادر الجزائري. طيب ألم يقاتلكم الجزائريون أيضا في صفوف الجيش الفرنسي؟ نعم أخي الكريم، هؤلاء هم الزواف الذين كانوا يأتون من منطقة القبائل، نسميهم الزواف هؤلاء القوم. أخي أسعد بأن الزواف من القبائل، أن القبائل زواف، ويتفق لنا وثيقة وتبت وثيقة بأن القبائل زواف. شافي وثيقة تتحدث عن جيش التحرير الوطني دابا وثيقة بأن الزواف ليسوا قبائليين. دابا ندير وثيقة بأن الزواف ليسوا قبائليين. من مداخلاتي من فضلك. انت بوثيقه تتحدث عن منطقه وادي الذهب وقلت نسبتها لتيمومين.
بلا ما نبقاو نهضروا بزاف. انا جبت بالدليل والحجه ان التيميمون من حارب التيميمون المغاربه دابا ليت اعلم على ان كلامي جيش هذا التحرير المغربي ونجيبها لك من انا اعلم على مجلس ان الامه كلامي المغربي. هذا هو انا ما كان حي يحارب التيميمون المغاربه. اسعد ارجوك ان مداخلتي من فضلك. طيب وعلاش جبار، كتدلس؟ ربما يعني قلت لنا عندما بأن الزواج موضوع قبيليين. كلامي لا يعجب زليجيه. انا لا اسعى الى ورودكم، أطالب فانا أن عندي يثبت حساسيه بأن من الزواج الورود. من القبائل. أنا عندي حساسيه من اخي الورود اسعد، ومن الهدايا. انا اطالب رجل ان يثبت موضوعي. بان الزواف قبائليين. يا اسعد يا اسعد لكن يا أسعد. انتم خرجتونا الان عن الموضوع تماما. نعم اسعد، انا فقط اردت ان ابخس الطرح الذي يدعو على ان القبائل هي من قاومت وان باقي الجزائريين لم يقاوموا، لان هذه الثوره الجزائريه هي كذلك ثوره تونسيه وثوره مغربيه، لان المغاربه ساهموا فيها بالاموال وبالانفس. لا يمكن ان نبخس هذا الجهاد المشترك للشعوب المغاربيه ضد المستعمر الفرنسي بسبب صراعات صراعات يعني سياسيه او صراعات ما بين الزليجيه والشنقريحيه. انا لا احب هذا الشيء ولا ادعيه ولا اريد ورودا بالمناسبه، لانني عندي حساسيه من الورود. نحن قوم غلظه، نحن اذا كان احد يريد ان يبعث لي فليبعث لي جمالا او حصانا. فروج ابعث لك فروج. فنحن اهل الغلظه ونحن اهل الورود. تفاعل كذلك مع الجزائري الاخر الذي قال على ان الجزائريين قبل الاستقلال كانوا فرنسيين وما الى ذلك. تلك هي مسائل اداريه، ولكن الشعب الجزائري هو شعب عريق منذ القديم، وهو معروف منذ نوميديا ومرورا بالدول التي تؤسست هناك الى يومنا هذا. كيف اداريه؟ إداريا الجزائر كان لها وضع خاص لأنها كانت مستعمرة عثمانية، وعندما انتزعتها فرنسا من العثمانيين انتزعتها بطريقة رسمية، وبالتالي أصبحت هي الوصية، هي التي تدير الشؤون الإدارية. المسألة هنا كانت استعمارا، وهذا المسألة بالمناسبة موجودة في تونس، موجودة كذلك في الدول الإفريقية، في كل المستعمرات الفرنسية، وليس الجزائر استثناء كي أكون منصفا أخي أسعد. أنا كيضرني خاطئ عندما أرى أن بدأوا الجزائريين يرشرشوك ما عندي ما ندير، بنت واحد ما صيفط شي جائزة الله يرحم الوالدين. والله كلها حسابات جزائرية، يعني يقذفون عليك الورود يا بديع. لا يا أخي أسعد، أنا منصف لا أبحث عن الهدايا، ما تعطوني حتى شي حاجة الله يرحم الوالدين. الحمد لله كثير. اخي اسعد اذا سمحت لي حق الرد. نكمل لو سمحت حق الرد على السؤال، على السؤال. لا اصبر اخي، انا وقت اللايف والله انتهى، ساخذ سباعيه ثم اختم بالاخ هذا الجزائري وصافي، ما عاد عندي والو اليوم. اخي كلمه حق الرد. لا يا لحظه لا، اولا لم يكمل بديع الزمان. اذا تريدوا يا اخي جباره افتحوا لايف بعد هذا والتقي انت وبديع الزمن وتناقشوا. انا بغيت غير جمله اخي اسعد، بغيت غير جمله. طيب يكمل هو اولا اكمل في دقيقه يا بديع الزمن. نعم في دقيقة أخي أسعد، أريد أن أستحضر ملحمة تاريخية استشهد بها صاحب كتاب استكشافات وادغير لإكسبيديسيون دو وادغير، عندما جاء الجيش الفرنسي من الغرب الجزائري يزحف إلى المغرب. لماذا؟ بسبب أن المغاربة قد أجاروا قبيلة ولاد سيد الشيخ الجزائرية التي دخلت عند أبناء عموماتها بالمغرب، وقامت معارك بين قبائل الشرق المغربي لكي يحموا هذه القبيلة الجزائرية. إذن هناك كان نضال مشترك بين المغاربة وبين الجزائريين في سبيل التحرير، ولن نبخس هذا النضال، وأدعو المغاربة إلى صوت العقل والحكمة بعيدا عن هذه الفتنة التي يريد أن يؤججها الزليجية والشنقريحية. شكرا. أنا أدعوك يا بديع الزمان، الأخ صوت القبائل والله ما لحظة يا جبارة، لحظة أستاذ، دقيقة واحدة. الأخ صوت القبائل والله لك حق رد، لأنه الرجل قال كلاما قاسيا ومن حقك ترد، لكن أولا ليس موضوعنا هذا من حيث الأساس. يعني ثانيا وقت اللايف انتهى، أنا داخل في 11 دقيقة زيادة الآن وأنا عندي التزام آخر، فبالتالي سنفتح موضوع القبائل هذا ويجي بديع ويجي الأخ صوت القبائل الحرة ونفتح الموضوع بكل حب، ويجي الأخ هذا القراري صافي. أنا الآن شوفوا والله ما عاد عندي الوقت الكافي الذي يمنحني أني أعطيكم. جبارة أنا سأعطيك دقيقتين لا غير تفتح حق هذا الموضوع الذي أنت أعطيه. أنا بغي دقيقة فقط، دقيقة صافي، دقيقة. لحظة الذي أخي أسعد، لحظة بعد أن تتحدث ستنزل مباشرة حتى ما عاد أحد يحرجنا. بديع الزمان أنا أخذت مكانك، اسمح لي. أخي أسعد تفضل. كبر لي الصورة أخي أسعد. هذه العمارية، تفضل. شكرا.
هنا تحلي كاميرا، على الاقل تحلي كاميرا اخي اسعد ونثبت لك بان ما قاله كذب وبهتان. اخي اوبن اديشن 9 مارس 1831 مرسوم يؤكد انشاء كتائب الزواف. سنة 1831 منطقة القبائل لم تكن مستعمرة، استعمرت منطقة القبائل 1857. هذا المرسوم الملكي الفرنسي لإنشاء الزواف الجزائريين. كيفاش الزواف كانوا قبائليين وما تنشأوا قبل استعمار القبائل؟ شرح لنا هذه، شرح لنا هذه يا أخي. هذه كانوا زواف ثم استعمروا. سبتوا منين يا بالبيكالا؟ هذه بحال سبتوا منين يا أخي عندك بالدراجة الهوائية يا أخينا عندك أصوات موسيقى والله بتضرب لنا في انا غادي اليوتيوب. نبعد، انا غادي نبعد اخي اسعد باش نقدر نتفاعل معك. دقيقه. شوف اخي اسعد، تمام. الظهير الملكي لانشاء زواف في الجزائر 1931 وهو ظهير ملكي 9 مارس. متفقين؟ هذا السيد تيقول لك بان الزواف من القبائل وهي القبائل استعمرت في 1857 بعد معركة عشريدين. وانا الام ديالي قبيلية، انا الامي قبيلية من القبائل واعلم عن تاريخ القبائل ما لا يعلمه حتى القبائل انفسهم. يا اخي سعد شوية ديال المنطق. من اين سوف ياتون بالقبائل والقبائل استعمرت في 1857؟ جاوبني يا اخي سعد. جزئية الزواف أنت حسمتها بالهذا، إذا هذا تناقشوا في مكان آخر. دكتور جبارة، أنا اليوم أنت عجبتني بصراحة. تحياتي لك أخي أسعد. والله عجبتني اليوم، مداخلاتك كلها نارية ما شاء الله تبارك الله عليك. سأخذ مكانك، اسمح لي. الأخت السباعية تفضلي. نعم. للأسف أنا أعطيت قبيل الأدلة وأنت لم تصدقني لأنني لم أي أدلة عن ماذا؟ عن ابن باديس أنه أو جمعية علماء المسلمين، وعندي حتى ما قاله بالصوت والصورة بوضياف الله يرحمه، قال على أن جمعية علماء المسلمين كانت ضد الثورة، وعندي بالصوت والصورة كذلك أخي من المجلدات. ونعطيك الأدلة لأن على ما أظن دقيقة أنا ما عرفش اليوم وقافة. كاميرا ما أوكي. ها هو مجلد ابن باديس المجلد الثاني، ها هو آثار ابن باديس المجلد الثاني، ها هو ديال الدكتور عمار الطالبي. امشيو للصفحة 309. ماذا تقول؟ إن هذا الوطن الجزائري الإسلامي صديق لفرنسا العظمى، وإخلاصه إخلاص قلبي لا إخلاص ظاهري، يخلص لها إخلاص الصديق لصديقه لا الإخلاص التابع لمتبوعه. هذه الصفحة 309. مشوا للصفحة التي تليه. هذه كلمة صريحة: بالعلم الفرنسي المثلث بالألوان متحدين مع فرنسا اتحادا متين لا تؤثر عليه الحوادث الطفيفة. أخي هذا كتاب جبته لك مجلد من المجلد الثاني، يعني ابن باديس يتكلم على فرنسا. هذه الصفحة 353. ماذا تقول؟ فنهضت الأمة نهضتها بمؤتمر الفخم الجليل، وقررت في الاجتماع المحافظ الثامن على التمييزات الشخصية والمطالبة بجميع الحقوق السياسية. يعني أنا أتكلم على الحقوق السياسية وليس الدينية أخي، أتكلم على الجانب السياسي. والوضع لما كان ابن باديس في يترأس جمعية المسلمين،
يعني يتكلم على الوضع السياسي. يعني هذاك الوقت كان الجزائري يطالب بحقوقه كفرنسي يطالب بالمساواة كفرنسي. وأدركت أقطاب الموجهة الشعبية أحقية هذا المطلب، وأدركوا أن لا بقاء للأمة الجزائرية مرتبطة بفرنسا إلا إذا أعطيت الحقوق الجنسية الفرنسية السياسية. يعني يتكلمون على حقوقهم السياسية أخي. وهذه كذلك هي من جريدة السنة، هادشي راه كله تلقاو في النور، هي اللي قبيلة قبيلة جدتها، هي المطالبة على أنهم يهذبون الشعب. يعني أنا لا ألوم عليه أنا أعطيتك الوضعية اللي كانت سنة 1933، يعني في الثلاثينات القرن الماضي، أن الجزائر لم يطالب بالاستقلال، كان يطالب بحقوقه. أخي نعطيك حتى الدليل، لأنني طلبت الدليل على المروحة. لا عطونا أنا لقيته يا سباعي، لقيته. نعم، لأن من كتاب رياس البحر، كتاب رياس البحر فيه دليل على الواقعة. موجود لا ينكرونها أصلا. قال لك رابح درسوها لهم في المنهج أصلا. نعم. فبالتالي هذا موضوعها محسوم. نعم. ضحكني قرار لما قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم تفاوض. لماذا الجزائريون لا يتفاوضوا؟ أنا ما أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتفاوض على قتل أهله، لم يتفاوض على التجارب النووية. ما دامت الجزائر كانت منتصرة، لماذا تفاوضت على التجارب النووية؟ أن تقام التجارب النووية على الأراضي المقتطعة من المغرب طالما هي أراضي جزائرية. ولماذا حاليا يمنع على الجزائريين المطالبة بتعويضات من فرنسا على التجارب النووية؟ وقتل أكثر من 40,000 جزائري. شكرا سباعية، شكرا جزيلا لك. أنا فقط أعطيتك